السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة الشيف عماد. نتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. فيديو اليوم إن شاء الله نحضر واحد التحلية رائعة ولذيذة وسهلة بمكونات جد بسيطة، وكتجي واحد التحلية راقية في الشكل ديالها ولذيذة في المذاق. المكونات جد بسيطة. بقاو معايا مشاهدين باش تعرفوا على طريقة التحلية. وقبل ما نبدا ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس هكا باش توصلوا بجديد الوصفات ديالي. وبدون إطالة نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. أول حاجة مشاهدين غادي نحتاجو الكوفريت. عندي هنا 3 القطع من الكوفريت، ممكن تستعملوا الصابلي حتى هو كيجي مزيان. غادي نحتفظ بواحد شوية. غادي نزين به التحلية. غادي نوضع الكوفريت في الهاشوار هكا باش يطحن. نطحنو غير واحد شوية باش يجينا مقرمش شوية في التحلية، ما يطحنش بزاف. كيجي على هذا الشكل هذا مشاهدينا كما كتشوفوا. صافي غادي نحتفظوا به على جنب ونمشيو باش نكملوا الوصفة. في كاسرونة مشاهدينا وضعت إطرو ديال الحليب، غادي نضيف عليه 3 ملاعق كبيرة ديال النشا، و2 ملاعق كبيرة من السكر حبيبات، وكيس من سكر الفانيلا. صافي مشاهدينا هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج دابا. وغادي نخلط مزيان بالطراب اليدوي حتى تخلط لينا ديك النشا مع الحليب مع السكر. ونوضعو فوق النار ونبقى نحرك مزيان حتى نحصلو على واحد الخليط يكون ثقيل شوية. وغادي نضيف عليه ملعقة كبيرة ديال الزبدة. هنا الزبدة الدور ديالها هو كتعطينا مذاق لهاد التحلية هادي. صافي غادي نبقى نطرب مزيان. غادي نطفي عليها وغادي نوضعها على جنب. اول حاجة غادي نديرو دابا غادي نشدو هاد الخليط غادي نقسموه على جوج. الخليط الاول غادي نخليوه طبيعي بنكهة الفانيلا اللي وضعنا، والخليط الثاني غادي نسموه بالكراميل هكا باش تجينا واحد التحلية فيها جوج ديال المذاقات. غادي نوضع جوج علب. فهاد التحلية كتجي رائعة والمذاق ديالها زوين، تيقوني غادي تعجبكم ان شاء الله. وغادي نضرب مزيان حتى يذوب لينا داك الكراميل. كما كتشوفوا صافي د مشاهدينا الخليط واجد. غادي نمشيو نحضروا الكيسان. هنا استعملت هاد الكيسان او ليفيرين، ممكن تستعملوا اي كيسان عندكم. اول حاجه غادي نوضع الخليط الاول اللي بنكهه الفاني، هو اللي نوضع في الاول. غادي تقريبا نصف الكميه، عفوا نصف الحجم ديال الكاس نعمرو. وغادي نخليه غير هنا غير واحد شويه تقريبا واحد 10 دقائق غير يبرد واحد شويه. ومباشره غادي نوضعو فيه الكوفريت اللي طحنا تقريبا واحد الملعقه كبيره، نديروها الوسط. صافي غادي نستمر حتى نعمر الكيسان ديالي كاملهم. وهنا مشاهدينا كاضافه غادي نضيف الموز. عندي هنايا 2 حبات ديال الموز قطعتهم على هذا الشكل هذا. غادي نلصقهم في الجوانب ديال الكيسان باش يجينا واحد الشكل زوين وراقي، وفي نفس الوقت كيعطينا مذاق للتحلية. ممكن انكم تقطعوه مربعات وتوضعوه مباشرة فوق الكوفريت حتى هكاك تيجي مزيان. ممكن تستعملوا الفريز. صافي مشاهدينا غادي نستمر حتى نعمر الكيسان ديالي كاملهم. فهاد التحلية كتجي لذيذة وسهلة، مكونات جد بسيطة، وكنحصلوا على واحد التحلية راقية وواحد الطعم زوين فيها. نحضروها ان شاء الله في شهر رمضان ونزينو بها الطبلة ديالنا.
صافي من بعد ما كملت مشاهدينا بوضع الموز، شاط ليا واحد شوية ديال الشوكولا حبيبات، وغادي نوضعو مباشرة فوق الكوفريت، باش هكاك ملي كنكونو كنتناولو التحلية كيجيونا واحد مذاقات مختلفين ديال الموز ديال الشوكولا ديال الكوفريت، كيعطي واحد الإضافة لهاد التحلية. ومن بعد غادي نضيف الخليط ديال الكراميل اللي حضرنا. انا الكميه اللي حطيت تقريبا خرجوا ليا 6 الكيسان، فهاد الكيسان كي اكبر. صافي مشاهدينا، دابا غادي ندخلو التحليه ديالنا المجمد ونخليوها تبرد مزيان، ونرجعو باش نشوفو طريقه التزيين ديالها. كما كتشوفو دابا من بعد ما بردات التحليه مشاهدينا، غادي نرش عليها واحد شويه ديال فتات ديال الكوفريت. والتزيين كيبقى اختياري، ممكن انكم تبدعوا في التزيين كما حبيتو. ودابا غادي نوضع هذو القطع ديال الكوفريت على الوجه ديال التحليه، هكا تيجي واحد الشكل زوين. وفي الاخر مشاهدينا غادي نوضع شويه ديال بيبي دو شوكولا او حبيبات الشوكولا. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد التحليه، كتجي رائعه، تيقوني وجربوها غادي تعجبكم ان شاء الله. كيجي فيها واحد المذاق رائع. وغادي ندوزو لمرحله التذوق، كتجي بنينه بزاف. نتمنى مشاهدينا هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وجربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. وخليو لي في التعاليق كيفاش جاتكم هاد التحليه هادي. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس هكا باش توصلوا بجديد الوصفات ديالي. وشكرا على المشاهدة، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.